لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأحبة في الله، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بخير وعلى ذكر الله، ونتسامر مع ترافات حقيقية واقعية بعيدا عن الهلس الفاضي والكلام المكذوب في المزاح الكذب. لكن تعالوا بنا نتكلم عن واقع عاشه معانا أخونا الشيخ عبد السلام في مواقف وطرائف، بس مواقف وطرائف إسلامية جميلة. تعال نسمعها، يا والله العظيم يعني سمعتها منه، هي جميلة جدا. فتخيل أنت الموقف هذا لو حصل معاك، تعال نسمعه منه هو شخصيا. تفضل يا مولانا، احكي لنا الموقف اللي حصل معاك، الموقف الطريف اللي حصل في الموتى وتكلمت فيه. تفضل أنت تتكلم فيه. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله وجوهكم وأسعدكم الله جميعا، ولا بد أن تحز أعجاب المستمعين هذه القصة الجميلة. يعني والله هذه القصة ضحكتني كثيرا، مع إني في نهايتها كنت حزين والله على اللي عملته، بس كان غير قاصد. يعني والله كان لي شيخ، يعني ابن نكتة، صديقي حبيبي، يعني مقرب لي جدا. فمرة كان في البلد عندنا في الأرياف واحد هيعمل ليلة كده، ما أعرفش كانت ليلة قرآن أو ليلة مائتم، ما أعرفش. هو قال لي عاوز الشيخ يقرأ، فأنا قلت والله أول رحت اتصلت له على الشيخ، قلت عنده شيخ جميل جدا، الشيخ حبيبي أنا. رنيت له عليه، قال لي خلاص يجي بالسماعات. حاضر، جي الشيخ بالسماعات. المهم أنا طبعا ماسك في الأوقاف في المدينة، فسبته طبعا ظبط كل شيء وقعد يقرأ، وأنا في البلد في المدينة. كل شوية يرن عليا، يا شيخ تعالى، يعني محبة كده عاوز يبقى معايا، يعني تعالى تعشى معانا. كل شوية يرن عليا، قلت له حاضر، بس إن شاء الله بعد العشاء أكون انتهى اليوم وقفلت المسجد وأجي لك. فالمهم كل شوية يرن عليا، يا عم الشيخ تعالى، الناس جم كلوا ومشوا. فانا في دماغي اني كلوا ومشوا، ده فرح. الويد بعت لي، حتى الشيخ بعت لي الويد برضه البيت، يفكرني ان انا بتهرب منه. ما لقانيش، رن عليا، يا ابن صاحب المأتم او الفرح اللي هيعمله ده يعني. المهم رن عليا، قلت له حاضر. قال لي يا عم الناس كلها كلوا ومشوا والشيخ مستنيك عشان يتعشى معاك. حاضر يا عم. جيت روحت البلد البيت، وبعد كده حولت قلت اروح للجماعه، انا رايح احضر مع الشيخ، بس اتشرف عليك اقعد معاه شويه يعني عشان بيختم ويمشي. المهم رحت، اول ما جيت قال الشيخ طبعا يلا عشان انا مستنيك يا عم، عاوز نتعشى مع بعض. الناس كلنا في دماغي ان دي فرح. انا في دماغي كده يعني، ما لا سالت ولا غلطت اني ما سالتش. المهم قعدنا، الحمد لله ان العشاء جه، لو اتعشينا انا والشيخ كل حاجه. والشيخ طبعا قال لي صراحة الموقف مسك ده المايك كل ما وقال فتح افتكر الفرح. واحد يحكوا لي واحد يموت عليه من الضغط. الشيخ بيعمل نكته فيا انا ما اعرفش. مسكت السماعه زي ما انتم عارفين، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبدات بقى اتكلم عن الزواج والشباب، وتزوجوا الشباب احصنوا فروجكم، واتكلم عن الشباب وعن الفرح. من لم يستطع بقى فليتزوج، ومن عليه بالصيف عليه بالصوم انه له وجاء. وانا بتكلم وهو ما عرفش ان في موته مقابل لينا في البتاع، بس عاملين عزا على الكبر وعاملين كراسي وقاعدين بالصفين، وفيهم ناس قرباطي قاعدين ولاد عمي. فانا وقاعد اتكلم عن الزواج، وفي الاخر ختمت وانا اقول للعروسين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع لكم خير. وبص الراجل يقول يا راجل ده ام ميته، ام طلعت من التربه تتجوز. انا مسكت نفسي بالعافيه، الشيخ قاعد يضحك في مكاتب في نفسه، وانا ما اعرفش ان دي اصلا موته، او عامل ختمه لامه وما اعرفش.
وفي الثانيه الناس على الكراسي قاعده من موتى لسه يعني في اليوم ده، وانا ما كنتش اعرف متى تاخر النهار، ودفنوا قاعدين كده عزا على القبر وكراسي وقاعدين يكركعوا ويميلوا على بعض ومش مصدقين ان انا بتكلم عن الفرح في وسط الموتى. المهم الراجل بهلني في هدوم وانا قاعد مش عرفتش، كتمت مش قادر اتكلم ادي. فانا مسكت نفسي واتوهمت صراحه ان ازاي. ببص للشيخ، الشيخ قال لي ايه؟ قال لي اعدل اللي انت بوظته، انا مش ده فلت منها بس صدرني. طب انا اعمل ايه واختي؟ يعني ده الحمد لله ان احنا اتعشينا كنا اتضربنا ولا كنا مشيت. انا بضحك يعني. المهم قال لي خد بقى صلح اللي انت قلته. فانا مسكت المايك تاني بقى، مسكت السماعه وقلت معذرة إلى ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقارنت بين الموت والحياة، الموت والحياة، وظبطت الموضوع كده وبسطت الراجل وقلت كلام حلو ودعيت لأمه والحمد لله رب العالمين، وقلت كفى الله المشرك لو خدت بعضي، وطلعت على البيت مش ماسك نفسي من الضحك. الموتة قاعدة بره، انا ما اعرفش ان يقول لي موتة بره واحنا عامل موتة لامي، وانا قاعد اتكلم عن الزواج، انا قاعد في نص هدوم خدت مسكت الشيخ بعديها يا ابن السلطة تحط المار ده اسمه كلام، ادخل موتة اتكلم عن الفرح، وهي دي اللي حصلت حقه حقيقي يعني. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شكري. مواقف يعني صراحة مواقف جميلة وواقعية يعني، حصلت بالفعل يعني، لا ضحك ولا كذب ولا، ومزاح جميل يعني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبسم وجوهكم ويضحك قلوبكم في الخير إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.